فيلم باربيريان فيلم رعب جديد نزل من فتره كبيره شويه، تقريبا 9 سبتمبر اللي فات. كنت عايز اعمل له ريفيو بس ما حسيتش ان في حد مهتم بيه، ولكن لقيت ان عليه اقبال كبير شويه فقلت اعمل ريفيو متاخر وخلاص. ان تاتي متاخرا خير من متاخرا تاتي. الفيلم من اخراج زاك كريجر ومن بطوله جورجينا كامبل وجاستن لونج وبيل سكارسجارد، وطبعا واخد تصنيف ريتد ار في مشاهد مرعبه عنيفه غير صالح للاطفال، ولكنه طبعا خالي من اي مشاهد اباحيه. قصه الفيلم بتدور عن تيس اللي بتروح لمدينه ديترويت وبتأجر كام ليله في بيت على تطبيق اير بي ام بي عشان تحضر مقابله عمل، ولكن تيس بتحس ان المنطقه مهجوره جدا وبتتفاجئ بكيس اللي قاعد في البيت وبيدعي انه برضه مأجره من تطبيق اخر. بيقرروا هما الاثنين يقعدوا في البيت لحد ما يتوصلوا لحل المشكله، ولكن تيس بتكتشف ان البيت مش زي ما هي متخيلاه. فيا ترى ايه هي الاسرار اللي موجوده في البيت ده وازاي تيس هتتعامل معاها؟ فيلم باربيريان كان من المفترض انه واحد من افلام الرعب الثقيله اللي بتتعرض في موسم الهالوين، ولكن للاسف الفيلم ده اتعرض بشكل محدود في السينمات الامريكيه فقط، وطبعا ما اتعرضش عندنا في مصر او الدول العربيه، وبرضه ما اتعرضش على اي منصه ستريمينج. فللاسف الفيلم ده ملوش اي طريقه شرعيه لمشاهدته، لازم هتشوفه بشكل مقرصن. فلو انت شخص محترم مالكش في القرصنه، كل سنه وانت طيب. في العادي انا ماليش قوي في افلام الرعب، بتبقى اغلبها افلام كليشيه قوي وغبيه، واعتقد نزلت على القناه كام فيلم ومسلسل رعب وكان ما شاء الله كلهم حاجات غبيه فعلا. ولكن الفيلم ده لسبب ما انا كنت عارف انه هيبقى حلو، ناس كتير كانت بتتكلم عنه، كان واخد تقييمات الى حد ما معقوله، هو وفيلم تيرفاير 2. احلى حاجه في فيلم باربيريان ان التريلرز ما حرقتش اي حاجه داخل الفيلم، وانا ما عنديش ادنى فكره عنه، ما ركزتش في التريلر قوي عشان برضو ما بحبش انها تحرق عليا، وكمان ما فيش هايب كبير قوي، ما فيش ناس تقعد تتكلم وتحرق وتبوظ عليك الدنيا، وده اهم حاجه في اي فيلم رعب، لانه بيعتمد كل الاعتماد على انك ما تبقاش عارف الاحداث رايحه على فين. لو اتحرق عليك اي حاجه عمرك ما هتستمتع بمشاهدته. اكتر حاجه ابهرتني في الفيلم انه بيبني الاحداث بطريقه تقريبا عمري ما شفتها قبل كده. بيحكي الاحداث من منظور شخصيه معينه وبعدين ينقل على خط درامي تاني وبعدين خط درامي تالت. طريقه سرد الاحداث دي اتعملت بشكل ممتاز، ودي اللي خلتني مركز مع الفيلم من اوله لاخره. الفيلم ده حقيقي مجرد ما هتفتحه لازم هتكمله للنهايه. اول مره اشوف فيلم رعب الشخصيات اللي فيه مكتوبه كويس، كل الشخصيات في الفيلم ده مكتوبه حلو بلا استثناء. عندنا شخصيه اي جي، شخص غير مسؤول عن اي حاجه، جبان بيهرب من المشاكل. على الجانب الاخر عندنا شخصيه تيس، بنت قويه جدا وشخصيتها قياديه وجدعه بتهتم بالناس اللي حواليها. برضه عجبتني جدا الكيمياء اللي شفناها بين تيس وكيث، في علاقه حلوه جدا اتبنت بينهم برغم ان علاقتهم مش محور الاحداث، ولكن عجبني الحوار اللي بينهم ونظراتهم لبعض وتعاملهم مع بعض. وبرضه عجبتني التنشنه اللي بينهم، مش متاكدين مين الشخص اللي نثق فيه او ما نثقش فيه. ده بيزود من التشويق وبيشدنا للفيلم جدا، واللي ساعد في كده الاداءات التمثيليه. الفيلم متفوق جدا على مستوى الاداء التمثيلي حرفيا من جميع الشخصيات. كمان الفيلم ده تحسه مليان سينما. الفيلم طبعا واخد الطابع الكلاسيك شويه، فعندك اغاني حلوه جدا، في تصوير، في اخراج، في مزيكا. اول مره اشوف فيلم رعب ويكون فن ممتع، ما يبقاش فيلم رعب دموي تقيل على القلب وخلاص. الفيلم ده انا ممكن اتفرج عليه مره تانية عادي. لحد كده ده كله تمام جدا. هل الفيلم متكامل ما فيهوش اي عيوب؟ طبعا لا. التالت او الاخير في الفيلم ده من أسوأ الحاجات اللي شفتها في حياتي. الفيلم حرفيا قلب رعب كوميدي، بنى الاحداث بشكل متفوق جدا عشان نوصل في النهايه لمشاهد غبيه. اولا شخصيه الفيلن او الوحش او ايا كان الشخص اللي ابطالنا بيواجهوه طلعت شخصيه هبله قوي، دوافعها سخيفه مقرفه مثيره للشفقه مش مرعبه. ثانيا الشخصيات بدات تاخد قرارات ملهاش اي منطق ومش مناسبه لشخصيتها اطلاقا، والاحداث دخلت في مسار حرفيا بوظ كل اللي الفيلم حاول يبنيه من البدايه. وطبعا حصلت نفس الحاجه الغبيه اللي بكرهها في افلام الرعب واللي مخليه الجونرا كلها بالنسبه لي جونرا غبيه وما بحبهاش، وهي ان الفيلن مش راضي يموت. فكره ان البطل يضرب الفيلن فالفيلن يقع على الارض، فالبطل يجري بتاع 60 70 كيلو كده، هوب يلاقي الفيلن قدامه، اللي هو يعني الفيلن قام وجرى ولف حواليه عشان يقف قدامه عشان الشخصيه تتخض، فاحنا كمشاهدين المفروض نتخض. ده مش كليشيه حتى، ده اسمه هبل. شفنا برضو الموضوع ده في فيلم بيست، كنت عملت له ريفيو برضو، هسيبه لكم في الاي اللي فوق لو حابين تشوفوه. التالت لو كان اتحبك بشكل افضل من كده، الفيلم ده حرفيا كان هيبقى من اقوى وامتع افلام الرعب اللي اتعملت اخر 10 سنين. ولكن في النهايه لو تغاضينا شويه عن الهبل اللي حصل في التالت فلا، بصراحه الفيلم قدم لنا وجبه سينمائيه مرعبه ممتعه حلوه جدا. الفيلم متفوق على مستوى الاخراج والاداء التمثيلي والشخصيات، وبرضه مستوى الرعب اللي فيه عالي جدا برغم انه بيميل شويه للتشويق اكتر من الرعب، ولكن المشاهد المرعبه اللي فيه جور قوي وقويه. لو انت فاتح الفيلم عشان تخاف، الفيلم ده مناسب ليك جدا. فيلم باربيريان تقييمي ليه
7 من 10. وبس كده، دي كل حاجه عندي الفيديو ده. ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر التنبيهات، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.